ده. يلا بينا نشوف عملته ازاي. بريوش ريتشي، عملت اتنين بيض، واحد ريتشي وواحد اقتصادي. ده الريتشي وهصور لكم دلوقتي الاقتصادي كمان. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ وحشتوني كتير. النهارده هنعمل ايه بقى؟ هنعمل بريوش او المنجقونه بالبورسعيدي. احنا عندنا هنا بورسعيد بنسميها منجقونه. المهم هنعمل النهارده التحدي كده وهنشوف. هنعمل بريوش غني وريتشي، هيبقى فيه مكونات اكتر او اغلى شوية بس مش كتير قوي، وواحد اقتصادي. هنعمل الاتنين وهوريكم الاتنين وشوفوا ايه الفرق بينهم، واللي يعجبكم تعملوا. ايه رأيكم؟ نسمي الرحمن ونقول المقادير اللي هي الريتشي. هنعملها ازاي؟ هنعمل 375 جرام دقيق، لازم يكون قوي مخصص للعجن، يبقى نسبة البروتين فيه فوق ال 13 او 13 او فيما فوق، يبقى حلو جدا. انا استعملت هنا نجوم، الخمس نجوم. 375 جرام دقيق، وبعدين يعني هيبقى 3 كوبايات. والثلاث بيضات وزنهم هيبقى 150، لو 170 مش مشكلة. عندنا هنا 120 جرام لبن دافي. لبن دافي يعني نص كوب اهو، تقريبا اهو نص كوباية. وبعدين هنا الخميرة 7 جرام مع حوالي معلقة كبيرة. فانيليا 5 جرام هنحطها على الدقيق، و2 جرام ملح، يعني حوالي نص معلقة صغيرة اهي، يعني هي نص معلقة لانها فاضية، دي معلقة صغيرة. وعندنا 100 جرام زبدة، نص كوباية زبدة تقريبا اهي، نص كوباية زبدة لينة بحرارة الغرفة. كل المكونات حرارة الغرفة. و5 جرام او 5 ملي خل ابيض اللي يحب يحطها. ده المقادير اللي هي الريتشي. يبقى هنسمي الرحمن كده ونبدأ في الشغل. هنعمل ايه؟ الخميرة اهي، هنحط معلقة صغيرة سكر ناعم مش مطحون، سكر ناعم عليها، ونحط اللبن الفاتر كده اهو، ونقلب ده كله. دي طريقة جديدة فإن شاء الله هتعجبكم بإذن الله. هنقلب كده لغاية ما الخميرة تدوب مع السكر في اللبن. هقلبها وارجع لكم تاني علشان ما تاخدش الفيديو مبقاش طويل. هقلبها وارجع لكم تاني. انا قلبتها خلاص اهي اختفت. هقوم مغطياها واسيبها تخمر 5 دقايق. هجيب فوطة واغطيها، او احط طبق، احط فوطة واغطيها كده اهي، واسيبها 5 دقايق. اجيب المكونات التانية واخلطهم مع بعض. هنجيب العجان بتاعنا او على ايدينا اي حاجه ان احنا هنيجي نعجن فيها. هنحط الدقيق اهو كده اهو، منخول او مش منخول مفيش مشكله. انا حطيت 375 جرام دقيق على السكر اهو كده. انا حطيت على فكره السكر مش من المقدار ده، حتى معلقه من بر يعني زياده. وبعدين هنقلب كده شويه، نقلب كده شويه عشان السكر، لان في رشه ملح، الملح مش عايزين نحطه مع السكر. هنقلب كده شويه كده، وبعدين نحط السكر. بصوا لو خدتوا بالكم تلاقوا الدقيق لونه مختلف عن السكر اهو، مش عارفه ظاهر ولا لا. بعد كده هنحط الملح اهو، اللي هي النص معلقه صغيره اهي، دي معلقه صغيره بتاعت الشاي، نص معلقه او معلقه المعياريه.
وبعدين نحط الزبدة كده. هنخلطها خلطة كده بسيطة، ممكن بأطراف الأصابع، ممكن بالعجان، يعني اللي عندك استعمليه كده اهو. انا خلطت كده اهو. هنخلطهم بقى ونخلط بالعجان كده ما شاء الله. بصوا بعد يعني كملتش 5 دقايق بس عشان خلطت المقادير كلها على بعض، فقلت ما اشوفها. بصوا ما شاء الله بقت ازاي، ما شاء الله خمرت. اللبن يكون فاتر عشان لو سخن قوي الخميره مش هتشتغل وكأننا ما حطيناش اي حاجه. هنقوم هنا انا خلطت المقادير دي كلها خلاص كده. هنكسر ال3 بيضات ونحطهم هنا. هكسر ال3 بيضات واحطهم على الدقيق، وهنزل الاول بالخميره اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. بصوا تقيله ازاي ما شاء الله، عشان الخميره ايه اللبن كان فاتر، مش لسه في حته كده عايزه طبعا انزلها كده. وهكسر البيض في الطبق هنا وبعدين احطه، عشان انا ماسكه الموبايل بايد واشتغل بايد. نزلت الخميره خلاص اهي على الدقيق والسكر والملح وكله. بعدين دول ال3 بيضات اهو، 3 بيضات كسرتهم كده في الطبق عشان ايه انزل بيهم. هننزل بيهم كده بسم الله الرحمن الرحيم كلهم مربط كده اهو. وهشغل العجان. يبقى احنا كده لا هنحط ميه ولا اي حاجه خالص، يبقى اللي هما اللبن مع البيض هما دول الماده السائله بتاعتنا. وهنشغل العجان. هنحط الفانيليا. عندك الفانيليا سايله حطي، عندك فانيليا البودره كيس صغير اهو. حطيت شويه الفانيليا وهنكمل عجن. خلاص ضربته 10 دقايق، 10 دقايق يعني حلو جدا. هسيبه بقى يخمر 10 دقايق كده ونشوف. بصوا شو عامل ازاي. هي الوصفة بيقولوا سيبيه شوية هو هيمسك نفسه، يعني شوفوا ازاي عامل ازاي هيتقل. شوفوا عامل ازاي ما شاء الله، عامل مطاطي كده اهو. فهغطيه واسيبه ونشوف النتيجة. هو التخمير هنا هيبقى على مرحلتين، المرحلة دي وبعدين نشكل ونسيبه يخمر تاني. هغطيه واسيبه يخمر بقى اهو. غطيه كده اهو. وهنا خلاص كده هغطيه بقى كده بفوطة كده حوالي ايه اسيبه ساعة كده ونشوف هيبقى هيحصل ايه. انا يعني هي ساعة بس، برضو نص ساعة كده وابص عليه. كل ما يخمر ومدته تبقى تخمر تدينا حاجة حلوة ويبقى له طعم وريحة ولون حلو قوي. هنيجي هنا بعد ما خمرت. بصوا ما شاء الله بقت ازاي. خمرت بقت ايه حلوة اهي. هناخد واحدة واحدة ونشكلها. بسم الله الرحمن كده ونشكل. نقسمها 2 ونصور دي او نفردها كده. بصوا هنا. بصوا ما شاء الله شايفين. شوف الهوا. بصوا شايفين. هنفرد دي كده ونفرد دي كده اهي. ونقوم اخدين النشابة نفرد كده يخليها ايه طويلة. لا طويلة.
عشان نشكلها. ونجيب دي كده، بصوا بقت مطاطة ازاي. ممكن نحطها على، نلفها على القراطيس دي، وممكن يعني نعمل اي حاجة هتبقى حلوة. بصوا انا هعملها بقى ايه كده. طبعا هي دلوقتي ايه، شو كل ما شلتها كده بصوا تقوم ايه، لان الجلوتين اللي فيها ايه شد. هلف دي كده، اسيب دي تريح شويه مع الف دي. فيها برضو كده. مش احسن من الايد كده. هي المفروض تريح، يعني افردها واسيبها تريح علشان تتفرد معايا بسهوله، ما تقومش كشه تاني. اهي هنعمل كده صاب كده. شو دي بقت قد ايه ودي قد ايه. بس ما سيبتها تقوم تصغر، عايزه تريح، هسيبها تريح كده شويه. هعمل كله صوابع كده وايه واشكل، عشان هي بتشد تاني، عشان لما اجي اشكل ما تبقاش كشه كده وتبقى مش مرتاحه. يعني انا بفرد كده اهو، اهي يبقى دول كده. همسك واحده تانية، يعني دول هسيبهم كده عشان كمان شويه افردهم، وهمسك واحده تانية اقسمها برضو 2 واعمل نفس الحكايه، علشان ايه دول يريحهم واعرف اشكلهم كويس. اسيبها كده برضو. افرد تاني، افرد الاتنين كده. احط دول كده بعيد كده. عايزين شوية دقيق فوق الوش كده، واحطها على المشربات عشان متلزقش، وشوية تحت كده. هي العجينة الحمد لله ملمومة وحلوة الحمد لله، والدقيق طلع كويس الحمد لله. انا جايباه 5 نجوم. هلفهم كده واعمل نفس، مش عايزه اطول الفيديو، هكمل وبعدين بعد شكل تاني برضو نمسك دي كده ونعملها كده اهي، يبقى واحده كده وواحده كده، ونلفهم الاتنين مع بعض. ايه المشكله؟ في اشكال سهله، يعني دي سهله واللي قبلها سهله، اللي تعجبكم اعملوها اهي. ونحطها برضو في الصاج. انا عملت الصاج اهو في يوم 5. هكمل. هنجيب الفرشه ونحطها كده، طبعا كلنا بنحط ندين البيض عادي اهو، هرشهم كده علشان بعد ما تخمر مش هقدر احط ايدي عليها عشان ما تهبطش. وهدي كده لما انا ادهنها دلوقتي هتدي منظر احلى، هيبقى ايه اللون اللي هيخمر بقى هيبقى مش مدهون، هتدي بقى ايه لونين كده مع بعض يبقى حلوين قوي. اهي انا خفيف كده قوي، يعني مش بتقل اهو. هدهنهم كلهم عشان ما اطولش الفيديو. لو انا عايزه احط سكر هعمل ايه؟ احط شويه السكر كده
انا عملت دي دهنتها خلاص اهي. بصوا اهي خلاص كده كلها مدهونه كده، واقوم جايه كده واقوم حطاها في السكر اهي. بصوا ايه رايكم؟ شوفوا اهي، واقوم حطاها في الصاج اهي. برضو دي هعملها نفس الشيء، بس اهم حاجه ان انا ايه اجيب من الطرف كده اهي كده، واقوم عاملاها برضو في السكر. اللي عايز سكر يحط، اللي مش عايز سكر بلاش. انا مش بحب السكر، بس انا قلت لكم يعني ايه تشوفوا الوضع كده بدل ما تمسكي السكر وتعمليه. بصوا ايه رايكم اهو بمنتهى السهوله، ولا يقعد يحروق في الصاج ولا اي حاجه خالص اهي. هنا بقى دي برضو نحط كده اهي، نحطها في الصاج كده. يبقى انا عملت 2 بسكر، واعمل واحده كمان بسكر كده اهي. ممكن نحط بيضه، يعني نحط بيض، نسلق بيضه ونحطها في الوسط اهي. بس حبيت اوريكم السكر هنعمله ازاي. شو شكله اهو بعد ما خمر ان شاء الله. بعد ما طلع هنقطع الواحده كده اهو نشوف ايه. بصوا ايه رايكم؟ وهشه شو ازاي قطنه. يلا ما تنسوش الشير ولايك واشترك في القناه عشان يوصل لكل ما جديد، وكمان مستنيات تعليقاتكم اللي بتساعدني. النهارده بقى هعمل لكم ايه دلوقتي؟ هعمل مقارنه بين البريوش اللي هو ريتشي والبريوش الاقتصادي، واللي هو عليه سكر واللي معلهوش سكر. اللي عليه سكر بصوا دي عليها سكر شوف ازاي اهي، بس بتدي شكل مش حلو يعني شكل مش قوي. دي بقى اللي هي الاقتصادية هنفتحها كده يعني. بصوا اهي بفتحها بشويش كده عشان تشوفوها اهي. انا حطيت فيها زبيب هنا، حشيتها زبيب وايه شوفوا عامله ازاي اهي. بصوا وطعمها حلو والله مش وحش، جميل. نيجي هنا اللي مش الاقتصادية، اللي هي الريتش. بصوا تلاقوها خفيفة، ودي خفيفة برضو بس دي تقيلة سنة. بصوا من هنا ده فتحناها كده، قلت هفتح بشويش كده عشان تشوفوها هي ايه بتتفتح اهي. بصوا اهي تحس ان هي ايه خفيفة قوي. بصوا هما الاتنين هشين بصراحة. بصوا اهي وطعمها هقول لكم عليه دلوقتي هدوقه. هو نفس الطعم بس يعني ايه فيه سن الزبدة شوية، تحس ان هي مخدومة حبة، ده الفرق بينهم. بس انا مفضلش حد يحط السكر عشان بيخلي منظرها مش حلو. شوف دي فيها سكر دي ما فيهاش سكر، شوف ازاي. ودي كانت النتيجة، واللي يعجبكم يعني والله دي تمشي ودي تمشي، محدش يعني هتعملوها. بالمناسبة دي اسمها ايه؟ منجقونة بالبورسعيدي، في بورسعيد مسميها منجقونة، هي ودمياط واسماعيلية والسويس تقريبا، مدن القناة ودمياط معاها. هي دمياط على طول هي وبورسعيد واحد زي ما يكون اخوات يعني. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ومستنية تعليقاتكم وقولولي انه الاحسن شفتوا انا فتحتها بشويش كده وايه رأيكم.
طمنوني وشير ولايك واشتراك في القناة عشان يوصل لك كل ما هو جديد، وكمان عشان القناة تكبر بيكم. سلام عليكم، مع فيديو تاني. ولو عجبكم النوعية دي من الفيديوهات قولولي عشان ابقى اعملها لكم مقارنات بين المنتج، يعني الحاجات ببعضها مع بعض.